هذا العمل يأتيكم من منظمة رؤيا لتأهيل المكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء 2024 السودان. رؤيا عز العتمة نور، رؤيا عز العتمة نور، رؤيا عز العتمة نور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحدثكم اليوم عن العصا البيضاء. العصا البيضاء هي أداة يستطيع الكفيف من خلالها التنقل بسلاسة في جميع الطرق والشوارع، وهي عين الكفيف وأساس في حياته لا يستغنى عنها. 5 علامات للعصا البيضاء نتعرف إليها الآن. الاستغاثة هي إمساك الكفيف للعصا بيده اليمنى وتوجهها نحو الأعلى بشكل مستقيم، وتعني أنه يريد شخصا يخبره بأنه أين هو أو يدله على طريق هو باحث عنه. قطع الطريق على انفراد، وهي تتمثل في إمساك الكفيف للعصا بيده اليمنى وجعلها مستقيمة أمامه ليقطع الطريق، ولتنتبه السيارات أنه سيقطع الطريق. المساعدة على قطع الطريق. إذا أمسك الكفيف العصا بيده اليمنى وأمالها نحو الأرض فهو يحتاج إلى شخص يقطع معه الطريق. علامة المركبة الخاصة. فإذا أمسك الكفيف العصا بيده اليسرى ولوح بيده اليمنى من فوق رأسه فهو يحتاج إلى مركبة خاصة. علامة المركبة العامة. وإذا رأيت الكفيف يمسك عصاته بيده اليسرى ويجعل اليد اليمنى عالية فإنه يحتاج إلى مركبة عامة. وأيضا إذا أراد شخص ما تقديم المساعدة إلى أي كفيف في الطريق فرجاء لا يمسك عصاه فهو يستكشف بها الطريق أثناء سيره معه. عصاي هي الدليل بكل دربي، بها أمشي سليما في سروري، بها أمشي سليما في سروري، بها أمضي لشأني لا أبالي، فحالي بالعصا حال الفخور، أماني في عصاي بكل خطوي، تقيني العثر في كل المسير، تقيني